اليوم تم الاستماع للمرة الثانية للسي مصطفى الخصم حول ما هو منسوب له بشأن شكاية السيد عامل سفرو ورجل السلطة القائد سابقا في المزار. القرار ديال النيابة العامة مشكورة هو أن تفسح المجال للسي مصطفى الخصم لإثبات كل تلك التصريحات التي قال بها وكل تلك الادعاءات التي قال بها بشأن المعطيات المتعلقة بعرقلة سير تنمية إيموزار. احنا كنشكروا العدالة وفرضت له مدة شهرين للإدلاء بالإثباتات الضرورية. نحن نعلم أن ما قال به السي مصطفى الخصم هو حديث العادي والبادي القاسي والداني. الكل يتحدث، كل ما قام به هو أنه جهر به إعلاميا ولجأ إلى الإعلام من أجل التظلم من تلك الممارسات. فالسي مصطفى الخصم رجل جاء من الخارج، عنده كل رغبه وكل ايمان بانه يمكن له يساهم في تنميه المنطقه اللي كينتمي لها. يجب ان نشجعه. اما سياسه تكميم الافواه لم تعد تجدي على الاطلاق، وانا متاكد بان في جعبه السي مصطفى الكثير مما سيدلي به وسيثبت كل ما قال به، وستتخذ العداله مجراها وسيحاسب كل من يجب ان يحاسب. وشكرا لكم كاعلاميين على الموضوع. السي مصطفى كان حرا وهو حر وسيبقى حر، لا وجود لأي كفالة ولا وجود لأي حديث عن أي كفالة. شكرا لكم.